بيبدأ فيلمنا بالمحقق شون ارشر واللي بيكون مع ابنه مايكل وبيفسحه، لكن المجرم كاستر تروي بيكون هو كمان موجود ومجهز نفسه علشان يخلص من شون، وفعلا بينشن عليه وبيضرب طلقته وبيصيبه وبيقع شون هو وابنه على الارض. بس شون بيكون لسه عايش، لكن اللي بيكون مات هو ابنه مايكل. وبتعدي 6 سنين على الاحداث دي. بس قبل ما ندخل في الاحداث بقولك يا صديقي ما تنساش تدعمنا بلايك علشان تساعدنا على انتشار الفيديو، واشترك في القناه لو اول مره تتابعنا. وبنرجع لشون اللي بيكون موجود في مكتبه وبيستعد، ده بعد ما بيوصلهم اخبارات ان كاستر ناوي يعمل عمليه ارهابيه من بتوعه، واللي بيكون فعلا في نفس الوقت بيزرع قنبله في مركز المؤتمرات. اما شون فبيبقى زال الفريق البحث بتاعه لانهم مش لاقيين اي اثر لكاستر، وفي اللي بيقولوا انه في ليبيا وفي اللي بيقولوا انه في افغانستان، لكن شون بيبقى متاكد انه موجود في امريكا وانه هينفذ عمليته فيها. وبيبقى كاستر خلاص ظبط القنبله بتاعته، لكن الجدول الزمني بتاعها بيبقى لسه بدري قوي عليه، ممكن اكتر من 100 يوم. وبيخرج من المبنى وهو متنكر، وبعد شويه قليلين بيدخل واحد من رجاله شون عليه وبيقولوا ان في طياره خاصه اتحجزت باسم بولكس تروي، وده يبقى اخو كاستر. وعلى طول بيقوم شون وبيقول له يخلي الدعم يسبقهم على هناك، وفعلا بولكس بيبقى موجود في المطار ومنتظر اخوه واللي بيوصله بعد شويه. وتحس كده ان كاستر ده انسان مختل ومهايبر 24 ساعه في ال 24 ساعه، لكن مع ذلك بيوطي وبيربط جزمه اخوه الصغير. وبعد كده بيركبوا الطيار وبتقدم لهم المضيفه مشروب وبتبدا الطياره تتحرك، لكن شون بيوصل ومعاه الشرطه كلها، وبيعرف كاستر انه اتكشف والشرطه جايه تقبض عليه، وكمان المضيفه بتطلع من الاف بي اي، لكن بولكس بيهجم عليها وبيضربها. اما كاستر فبيهدد الطيار وبيقول له يطير بيهم مهما يحصل ولا هيضيف عقوبه قتله على التهم بتاعته. وشون بيبقى جاي في مواجهه الطياره اللي الكل بيطاردها، لكن صاحبنا اللي قاعد جنبه بيبقى مرعوب على نفسه، بس في اخر لحظه بيبعد شون عن طريقه وبيرجع يطارده مره تانيه. وهنا بيخرج كاستر بالشرطيه اللي كانت عامله مضيفه وبيقتلها قدامهم وبيرميها من الطياره وبيخليهم يقفوا، لكن الموضوع بيكبر في دماغ شون وبيركب المروحيه بتاعه الشرطه وبيروح لوحده يطارده في مهمه شبه انتحاريه، وبينزل بالمروحيه على جناح الطيار علشان يمنعها من الاقلاع، وفعلا بينجح في كده. فكاستر بيضرب عليه النار وبيجبره انه يبعد بطيارته، لكن زي ما قلت لكم الموضوع بيبقى كبير عند شون اللي بيضرب نار على محركات الطياره وفعلا بيصيبها. ولما كاستر بيعرف ان الطياره مش هتنفع تطير بيقتل الكابتن وبيبدا يلوش بيها لحد ما بيلبس في مبنى موجود جوه المطار، وعلى طول بتحاصر الشرطه المكان وبتطوقه من كل حته. فالمجنون بيخرج المسدسات بتاعته وبيخرج يضرب النار عليهم، ونفس الشيء اخوه بيخرج وبيضرب نار هو كمان. تحس ان العيال دي تبقى اولاد الحاج عبد الملك زرزور وبايعين روحهم على الاخر. وبيوصل شون وبيشترك في الهيصه اللي شغاله، وبيقع اخيرا بولكس اخوه وبيشوفهم كاستر وهما بيقبضوا عليه، لكنه بيحاولوا انه يختفي من المكان. وبيدخل شون وراه وبيسمعه وهو بيعمر سلاحه مره تانية وبيحاول يلحق واحد من زمايله، لكن كاستر بيقتله الاول وبيبدا يضرب النار على شون اللي بيحاول انه يفادي نفسه على قد ما يقدر، واللي بيقوم مره تانية وبيضرب هو النار على كاستر بغباوه، وبيبقى ضرب النار للركب لدرجه انهم بيفعلوا تشغيل محرك الطياره الموجود، لكنهم في الاخر بيتواجهوا وكل واحد بيبقى مهدد التاني بمسدس. فكاستر بيهدده بيقول له لو قتلتني فنص سكان لوس انجلوس هيموتوا بعدي، وبيبقى عايز يعمل معاه صفقه وهي انه يسيبه هو واخوه وهو هيدله على مكان القنبله اللي هو زرعها، لكن بحركه جدر كده بيبقى بينيمه علشان يقتله، لكن من حظه الوحش المسدس بتاعه بيبقى فاضي وعلى طول بيجيب تحت وبيسلم نفسه وبيعمل انه هيموت من الرعب. وفعلا كاستر ده بيبقى بني ادم مجنون، لكنه بخبث كده بيحاول انه يخرج خنجر من معاه، لكن قبل ما يضربه شون بيضربه هو وبيروح قدام محرك الطياره اللي بتطيره وبتخليه يصطدم بالحاجز الحديد وبيقع فقد الوعي، وبيبقى كده خلاص بقى تحت ايديهم. ولما بيرجع شون لبيته بيلاقي مراته ايف بتتخانق مع بنته جيم بسبب مظهرها وسلوكياتها الغريبه، وبتبقى ايف دكتوره وبتعرف انها تروح شغلها، فبيعرفها انه اخيرا قبض على اللي قتل ابنهم واكيد يقصد كاستر، فبتجري على جوزها وبتترمي في حضنه بعد ما حست ان حق ابنها رجع، وبيعمل لها الحركه بتاعته وبيمشي ايده على وشها. وتاني يوم لما بيروح الشغل بتاعه بيقف الجميع وبيحيوه على كل اللي عمله علشان يقبض على كاستر، لكنه لما بيدخل مكتبه بيعرفوا انهم لقوا الاسطوانه دي في اجراد بولكس اللي كانت في الطياره، فبيشغلها وبيشوف تصميم لقنبله كبيره واللي بتحتوي على غاز الاعصاب وكمان مواد بيولوجيه، وبيفهموا ان قنبله بالحجم ده الموجه الانفجاريه بتاعتها هتاكل حي سكني كامل، ده غير الغاز اللي الرياح هتوديه لاماكن كتير. فبيفتكر كلمه كاستر اللي لسه في الغيبوبه وهو بيقول انه نص سكان لوس انجلوس هيختفوا، وبيبقى هيتجنن من الغيظ وبيقول يعصروا الواد اللي اسمه بولكس ده لحد ما يعرفهم مكانها، لكنه بيبقى سايق في دور المجنون وما بيعرفوش يخرجوا منه بكلمه واحده، فبيقترحوا انهم يحطوا واحد منهم في الحبس مع بولكس علشان يطلع منه باي معلومه، لكن شون بيقول لهم انه مستحيل هيتكلم مع حد غير اخوه، فبياخدوه للمكان اللي فيه كاستر واللي بيبقى لسه في الغيبوبه، وبيعرضوا عليه فكره مجنونه وهي انه هو اللي يدخل السجن ويعرف كل حاجه من بولكس. فبيقول لهم ودي تتعمل ازاي ان شاء الله، فبيعرفوا الدكتور انهم ممكن يعملوا له عمليه تجميل ويخلوه نسخه طبق الاصل من كاستر، وبيوروه عمليات جراحيه لبناء اعضاء مبتوره في جسم
جسم الانسان، وبيفهموا الدكتور انهم مش هيعملوا عمليه تجميل بالمعنى الحرفي وانهم يغيروا هيئته، لا دول هينقلوا وش كاستر على جمجمته، وده اكيد بشكل مؤقت لحد ما يخلص مهمته، وبعد كده يعملوا عمليه علشان الامور ترجع لطبيعتها، وكمان كل شيء في جسمه هيخلوه مطابق لجسم كاستر. لكن شون بيبقى مش مقتنع بالخيال اللي بيقولوه، وكمان بيتريق عليهم، واكيد بيبقى رافض الفكره من الاساس، لكنهم بيعرفوا انه هو اكتر حد بيعرف كاستر، وكمان مذاكر شخصيته، وبيتحملوا ارواح الملايين اللي ممكن يموتوا في تفجير القنبله ده لو ما عرفوش مكانها او يبطلوا مفعولها. وفعلا بيبدا شون وبيقبض على كل افراد العصابه بتاعت كاستر، حتى صديقته ساشا وام ابنه بيهددها انه هيسجنها ويحط ابنها في دار رعايه، وبيبقى الهدف من اللي بيعمله انه ممكن يوصل لاي معلومه عن القنبله، وساعتها مش هيحتاج لحوار العمليه المجنونه، ولو ما وصلش لحاجه فاكيد هيعرف اكتر عن شخصيه كاستر من اقرب الناس ليه، ولما ما بيوصلش لحاجه بيعرفوا ان مفيش قدامه غير انه يقبل اللي قالوا له عليه، وكمان بشروط ان الموضوع ده هيتم بمنتهى السريه، حتى زوجته وبنته مش هيعرفوا بيه ولا حتى زمايله في المكتب. وفي الاخر بعد اقناع شديد بيوافق شون انه يقوم بالمخاطره دي، وبيروح بيعرف مراته انه هيسافر في مأموريه احتمال يتاخر فيها، وبرضه بيعمل الحركه بتاعته على وشها، وكمان بيودع بنته قبل ما يمشي، وبيروح شون وبيستعد علشان العمليه، لكنه بيتكلم مع الدكتور وبيعرفه بمكان الرصاصه اللي كان اتصاب بيها وابنه كمان مات منها، وبيقوله لما الامور ترجع لوضعها مره تانيه عايز نفس الجرح يرجع له تاني، وبيقلع الدبله بتاعته وبيديها لزميله تيتو، وبيقول له يعينها معاه لحد لما يرجع، وبيبداوا فعلا في اجراء الجراحه العجيبه بتاعتهم دي، واللي اكيد بتبقى عمليه معقده، وبيشيلوا وش شون من فوق الجمجمه بتاعته، وبيتم حفظه في محلول خاص، ونفس الشيء بيتعمل لكاستر. وفي الناحيه التانيه بيحاولوا يظبطوا شون سواء في التسريحه او في لون الشعر، وبيشيلوا وش كاستر لكنهم بيحطوه على جمجمه شون وبيظبطوه، وبعد فتره بيشيلوا الشاش من على وش شون اللي بقى هو كاستر. وركزوا معاه الله يبارك لكم علشان الاسامي هتتشقلب، وبيتنح شون من اللي شايفه، وبيبقى جواه انفعالات مش طبيعيه لانه شايل وش اكتر انسان هو بيكرهه، وكمان اللي قتل ابنه، وبيدخل في حاله صدمه وبيكسر المرايه، لكنهم بيحاولوا يهدوه وكمان بيدوا له حقنه مهدئه، فبقول لهم بعد ما نخلص المهمه دي عايزكم تاخدوا الوش ده وتحرقوه بجاز، لكنه بيفوق ان صوته لسه زي ما هو، فالدكتور بيعرفوا انه زارع شريحه في حنجرته ومش محتاج غير بس شويه تطابق هيعملهم، وفعلا في الاخر بيبقى شون عنده وش وصوت كاستر اللي بيكون لسه في غيبوبه، لكنهم لافين دماغه لانه راجل من غير وش، وبتبدا المهمه الفعليه، وبيبقوا عرفوا الناس ان كاستر فاق من الغيبوبه وانهم هيرحلوه على السجن. حتى زميل شون بيقولوا انه هيزعل اول لما يرجع من الاجازه بتاعته ويعرف ان كاستر فاق ورجع للحياه مره تانية، وبياخدوا شون وبيودوه السجن اللي فيه بولكس واللي بيكون شديد الحراسه، وبيلبسوه حذاء معدني جزمه حديد يعني، وبيعرفون السجن عباره عن حقل مغناطيسي، وانه كمان بيعرفهم هو موجود فين حته بالظبط، وبيودوه مع باقي المساجين واللي بيركزوا كلهم معاه لان كاستر يعتبر ميسي بتاع المجرمين ومتصيط على الاخر. وبيشوفوا بولكس واكيد بيبقى سعيد ان اخوه لسه عايش وما ماتش، لكن كاستر برضه بيبقى ليه اعداء، فبيهجموا على شون وبيضربوه، وعلى طول بيخش بولكس في الحوار علشان يساعده، لكنه بيلاحظ ان اخوه بيتضرب وبيتحط عليه، ولما شون بيلاحظ ان بولكس مركز معاه بيتجنن بنفس طريقه كاستر، وبيقوم بيحط على اللي قدامه وبيضربه بوحشيه، وتحس كده ان شون عايز يعيط من الطريقه اللي بيعذب بيها انسان، لكنه بيبقى مضطر. وهنا بيتدخل الحرس وبيثبتوا الاحذيه بتاعتهم في الارض علشان يفضوا الليله، لكن سبحان الله في نفس الليله بيفوق كاستر من الغيبوبه بتاعته، وبيشيل الشاشه اللي مربوط بيه، وبيفهم انه ملوش وش. يا نهار اسود، تخيل كده تصحى تلاقي وشك راح مشوار او حد سرق. المهم انه كمان بيشوف وش شون اللي محتفظين بيه، فبيتصل على الرجاله بتوعه وبيعرفهم اللي حصل، وعلى طول بيجيبوا له الدكتور اللي عمل الجراحه، وبيبقى كاستر قاعد يتفرج على الفيديو بتاع العمليه ومولع سيجاره ومزاجه حلو، فالدكتور بيساله هو عايز منه ايه، قال له مش محتاجه سؤال يعني. اما شون فبيكون واقف مع بولكس وبيفهمه انه حاسس بعدم اتزان من بعد ما فاق من الغيبوبه، وبيقول له حاول يساعده قدام المساجين عشان لو عرفوا انه لسه تعبان مش هيرحموه، وبيتكلموا عن القنبله، وعلى طول بولكس بيخر بكل اللي شون عايز يسمعه، وبيعرف انها في مركز المؤتمرات، وكمان بيعرف التاريخ، وبيبقى شون عارف ان في زياره هتجيله في خلال كام يوم، وبيبقى اكيد مستني علشان يخرجوه من السجن، وفعلا بيعرفوا انه جاي له زياره، وبيبقى سعيد انه نفذ مهمته بنجاح، وبيروح علشان يقابل اللي جاي يزوره، وبيثبتوا رجليه في الارض، وبيتفتح الباب علشان يتصدم ويشوف نفسه واقف قدامه، او بمعنى اصح بيشوف كاستر وهو عامل فيها شون، واكيد دي بتبقى صدمه عمره، وبيبقى مش مستوعب كل اللي هو فيه، وبيدخل كاستر المجنون وبيفضل يتريق عليه برخامه، وبيقول له يعني يا راجل اتعب شويه وادخل في غيبوبه تقوم تسرق وشي وتطلع تجري، وبيوريه الجريده واللي بتتكلم عن الكارثه اللي حصلت في مختبر طبي تبع الاف بي اي، وكمان بيوريه الدبله اللي كانت مع صديقه تيتو، وبيفهم شون ان كاستر قتل كل اللي كانوا عارفين بالمهمه بتاعته،
وبيتريق كاستر عليه وبيقول له عشت ظابط محترم واديك اهو يا مسكين هتفضل محبوس هنا طول عمرك. وبيبقى شون قلبه هيقف من الموقف اللي هو فيه. لا وكمان كاستر بيكمل عليه وبيقول له معلش مضطر اسيبك عشان عندي شغل وكمان عندي زوجه وبنت. وبيستفزه اكتر وبيقول له على فكره انا رايح علشان اعيش مع عيلتك. فبيمسكوا شون وبيخنقه وبيبقى عايز يقتله وما يسيبوش، لكن الحارس بيدخل بسرعه وبيصعقوه وبيرموه على الارض وبيعتذروا لكاستر على اللي حصل. فبقول لهم معلش مجرم بقى طول عمره هنتوقع منه ايه غير كده، وبيسيبهم وبيمشي. وفعلا بيروح وبيقابل ايف مرات شون واللي بتساله عمل ايه في المهمه اللي كان فيها. قال لها اسكتي ده انا ولعت في الدنيا هناك. فبتعرفوا ان عندها شغل في المستشفى ولازم تمشي دلوقتي، وبتبقى مستغربه طريقه جوزها اللي مقضيها هزار. وبيروح كمان صاحبنا ده وبيدخل غرفه جيمي واللي برضه بتبقى مستغرباه ومستغربه طريقته. اما المسكين شون فبيبقى قاعد في السجن بيكلم نفسه وبتجنن اكتر لما بيشوف بولكس واللي فهم الحوار بتاعه وهو خارج من السجن، وبيسال الحارس هو هيخرج ازاي، واكيد بيبقى الحارس لسه عارف انه يبقى اخوه. فبيغيظه بيقول له اخوك خانك وعمل صفقه مع المحقق شون وانه نفذ المطلوب منه وهيتعامل كشاهد في القضيه. وكده بيطير الربع اللي فاضل من مخ شون. وبيقول الحارس ان هو يبقى المحقق شون وبيعرفوا بالقنبله اللي موجوده في مركز المؤتمرات، لكن الضابط بيدوس على ايده وبيوقعه على الارض. وبيدخل كاستر على غرفه التحقيق اللي بيبقى مقعد فيها اخوه ومدلعه اخر دلع، لكن بيدخل المدير بتاعهم عليهم وبيتكلم مع كاستر وبيبقى متضايق من الصفقه اللي عملها مع بولكس وبيقول له ان دي مش طريقه شغله. فبيقول له قلت اجرب طريقه جديده علشان انقذ ناس كتير من انها تموت، لكن المدير بيعرف انه متضايق وبيقول له ما يعملش حاجه بعد كده غير لما يرجع له الاول وياخد رايه. وبعد ما بيمشي بيطفي كاستر كاميرا تسجيل الاعترافات وبيدخل على اخوه اللي بيبص لوشه وبيقول له ولاد الايه عاملين العمليه بطريقه مش طبيعيه. فكاستر بيقول له سيبك انت وخلينا نتكلم في الشغل، وبيقول له انا عايز تعمل انك بتعترف بمكان القنبله علشان تخرج من القضيه وتبقى شاهد فيها. وفعلا الدنيا بتتقلب في مركز المؤتمرات بعد ما بولكس عرفهم مكانها، وبوصل الخبراء بتوع المفرقعات وبيحاولوا انهم يبطلوا مفعولها، وبيبقى وقتها خلاص قرب وفاضل تقريبا دقيقه وشويه. وبيوصل لهم كاستر وبيعرف منهم انهم مش هيلحقوا يبطلوها، فبقول لهم يخرجوا من المبنى وبيأمرهم بكده. وبيفضل هو لوحده مع القنبله اللي كان فعلها هو قبل كده. وطبعا كل وكالات الانباء بتتكلم عن السوبرمان اللي انقذ المدينه من الانفجار. وبيشوف شون كاستر وهو منتحل شخصيته وبيتحول لنجم سينمائي في عالم الشرطه. وطبعا الدنيا بتتقلب بيه وبيبقى عايز يموت نفسه، لكن كاستر بيتقابل مقابله الابطال في مكان شغله وبيبلغوه ان الرئيس بنفسه عايز يكلمه على التليفون، واكيد علشان يشكره على الموقف البطولي اللي عمله. اما شون فبيعرف من واحد مسجون معاه ان الاحذيه اللي لابسينها دي ما بيخلعوهاش الا وهم جوه العياده الطبيه، فبيقرر انه يتصرف ويحاول انه يوصل للعياده حتى لو علشان يعذبوه مش يعالجوه. وبياخد سيجاره من الحارس بعد ما بيضربه، وطبعا كل الحراس بيتلموا عليه وبيضربوه وبيشيلوه علشان يتأدب وبيدخلوه العياده. وبيبقى الشخص اللي كان اتخانق معاه في الاول بيتم تأديبه هو كمان، وبيقعد شون مكانه وبيقول لهم ممكن تولعوا له السيجاره قبل ما تكهرب. فبيتريقوا عليه وفعلا بيولعوا له السيجاره. وبيتكلم مع دوف اللي نايم على الارض وبيسخنه وبيقول له ان زوجته اكيد مستنياه. وفعلا بيقوم دوف في الوقت اللي بيلسع شون اللي بيكتفه بالسيجاره، وبيبداوا يضربوا في الحراس اللي ما كانتش مديه اخوانا. وبيوصل شون للمسدس بتاع واحد منهم والامور بتخرج عن السيطره، وعلى طول بيتفعل انذار الطوارئ والدنيا بتتقلب جوه السجن. وبيبقى شون عامل مصايب وبيضرب في الحراس وبيخلص عليهم باي حاجه. اما دوف فبيقتل اللي قدامه هو كمان. وبيوصل شون لغرفه التحكم بتاعه الحقل المغناطيسي اللي عاملينه وبيخربه، وبتبدا كل المساجين تعمل ثوره على الحراس. وبيقع دوف وما بيلحقش شون ينقذه وبيسيبهم كلهم يضربوا في الحراس. وبيخرج هو على سطح السجن واللي بيتفاجئ انه محطه بترول قديمه في وسط البحر، وبتبدا تضرب النار عليه لكنه بيجري وبينط في الميه. ده في الوقت اللي ايف بتاخد كاستر وبتروح تزور ابنها في المقابر بمناسبه عيد ميلاده، وما تعرفش ان اللي قتله يبقى واقف جنبها. ولما بيرجع لشغله بيعرف ان كاستر اتقتل وهو بيحاول انه يهرب من السجن، فبيقول لهم انه عايز يشوف جثته، فبتقول انهم لسه ما خرجوهاش. وعلى طول بيتحول كاستر وبيقول لهم يبقى لسه ما ماتش، ويبلغهم انهم يقلبوا الدنيا لحد ما يلاقوه سواء حي او ميت. وفعلا شون بيبقى لسه عايش وبيسرق عربيه وبيهرب بيها. وبوصل عند المستشفى اللي ايف مراته شغاله فيها وبيطلبها بالتليفون وبيتكلم معاها، وبيقول لها ان الراجل اللي فاكراه جوزها يبقى مش هو شون، وبيطلب منها تاخد بنتها وتهرب لبيت العيله. لكن طبعا ايف بتفهم ان حد بيعكسها لان الصوت اللي بتسمعه اول مره تسمعه، وبتقفل الخط في وشه. فبيرجع وبيتصل على اسم الشرطه علشان يكلم مدير القسم، لكن كاستر هو اللي بيرد عليه وبيقول له شون ارشر مين معايا؟ قال له بما انك شون فانا ابقى كاستر تروي، وبيقفل الخط في وشه وبيسمع الاخبار اللي بتتكلم عن هروبه في الراديو. وبيمشي شون بالعربيه وبابا مش عارف يروح لمين ولا يتكلم مع مين، لكنه بيقرر انه يستعين بالعصابه بتاعت كاستر واللي اكيد ممكن يساعدوه في انتقامه من اللي مفكرينه شون. وبيبقى ديريك سعيد قوي انه شافه وانه قدر يهرب من السجن، وبياخده معاه وبيعرف باقي العصابه ان كاستر الاسطوره بتاعتهم رجع، وبيرحبوا بيه على طريقتهم. وبيجيب له ديريك العلبه بتاعت كاستر اللي فيها المسدسات والمخدرات بتوعه، وبيعمل
بيعمل ديريك الخلطه اللي متعود كاستر انه يشربها، وبيقول له ناوي على ايه؟ تحب نساعدك ونهربك بره البلد؟ قال له لا، انا عايز اقضي على شون، وده اكيد بمساعدتهم. فديريك بيقول له من عينينا الاتنين، وبيديله الخلطه بتاعتهم، وطبعا ما بيقدرش يقول له لا علشان ما يشكوش فيه، وبيشربها، واكيد بيبقى شون ملوش في الحوارات دي، فبتغيب منه وبيروح في داهيه. وبيساله طب لما نمسك شون ناوي يعمل فيه ايه؟ قال له هشيل وشه من جسمه واخليه يمشي من غير وش. وبتبقى الفكره عاجبه ديريك على الاخر، وبيدخل شون الغرفه اللي هينام فيها، وبيقلب قرد بسبب المخدرات، وبيتزاول لما بيشوف نفسه في المرايه. لكن صديقته وام ابنه بتدخل عليه، وبتتفاجئ انه لسه عايش ومن غير ولا كلمه بتضربه. ده في الوقت اللي بتوصل جيمي بنت شون للبيت، لكن صديقها اللي معاه بيضايقها، فكاستر بيكسر ازاز العربيه عليه وبيشده براها، وبيفضل يضربه بغباوه، وبيقول له اتاسف لها، وبعد ما بتاسف لها بيرميه على الارض، وبيبقى خرج شويه من الغضب اللي جواه بسبب هروب شون. وبيدخل على جيمي وبيديها سجاره، وبيقول لها فكي، وكمان بيديها مطوه، وبيقول لها خليها معاكي، ولو حد ضايقك بعد كده اغرزيها في رجله ولفيها علشان الجرح ما يلمش مره تانية. اما كاستر فبيقوم من النوم مفزوع وبيمسك المسدس، لكن ساشا بتحاول تهديه، وبيبقى بولكس موجود وبيراقبهم، وبيتصل على كاستر وبيقول له زي ما توقعت شون تقمص شخصيتك وراح يتحمى عند اصدقائنا. وبيبقى شون لسه بيتكلم مع ساشا، لكن ابنها وابن كاستر بيدخل عليهم. ده في الوقت اللي بتبقى الشرطه بتحوط المكان اللي هم فيه، وطبعا مش محتاجه سؤال علشان نعرف مين اللي بعتهم لهنا. اما شون فبيبقى شايف ابنه مايكل في قدم ابن كاستر، وبيعملوا الحركه بتاعته وبيتخيلوا ابنه وبيحضنه، لكنه بيقول اسم ابنه مايكل. فبتاخده ساشا بعيد عنه، وبتبقى مستغربه من سلوك اللي المفروض يبقى كاستر، لكن قبل ما يبرر اي حاجه بتتضرب عليهم قذيفه دخان، فبيطيروا بينقذهم الاثنين، وبتبدا الشرطه تفتح النار على البيت كله باللي فيه، وكمان بيقتحموه. لكن اكيد ديريك ورجالته مش هيسكتوا، وبيضربوا نار هم كمان، وبيشتبكوا مع الشرطه اللي بتضرب نار بغباوه. وبياخد شون الطفل ادم وبيحاول انه ينقذه، وبيوصل كاستر وبيتفرج على اللي بيحصل، وبتبقى في حرب شغاله بين الشرطه وبين ديريك ورجالته. حتى ساشا هي كمان بتضرب النار عليهم، لكن شون ما بيقتلش اي حد من الشرطه، وبيستكفى انه يضربهم وخلاص، وبياخد ادم وبيديه لديريك. ولما بيجي واحد من الشرطه يروح وراهم بيضربوا شون وبيصيبوا في رجله، ويلبسوا ادم سماعه علشان ما يسمعش ضرب النار اللي في كل حته. وبتبقى المذبحه لسه شغاله، وبيشوف شون ادم وهو واقف في مكان مكشوف، وعلى طول بيجري عليه وبيلحقه قبل ما يتصاب من الرصاص اللي نازل عليهم زي المطر. وبيقول لهم ديريك يروحوا للباب الوراني، لكن شون بيمسك واحد من الشرطه وبيتضح ان هو عارفه، فبيفقدوا الوعي، وبيضرب النار جنبه على اساس انه موته وكده قبل ما ديريك يوصل له. لكن المعلم كاستر بنفس ذات نفسه بيوصل، وبيبقى مستهدف ساشا وابنها، لكن ديريك بيحميها وبياخد الطلقه مكانها، وبيقولها تهرب بسرعه هي وابنها من المكان. وبيوصل له شون وبيشوف الاصابه بتاعته، وبيشوفه وهو بيقع، فبياخد السلاح بتاعه وبيضرب نار على كاستر. لكنهم في الاخر بيقفوا جنب بعض، وبيبقى بينهم حاجز، لكنهم بيتدوروا في نفس الوقت علشان يواجهوا بعض. وبيبقى الحاجز ده عباره عن مرايه، وكل واحد بيبقى شايف العدو بتاعه قدامه، وعلى طول بيبداوا يضربوا النار على بعض مره تانية. لكن شون لما بيشوف الدعم وصل بيهرب قبل ما يقتلوا بقاذف القنابل، وبيطلع على سطح البيت واللي بيكون بولكس موجود عليه، وبيحاول انه يشتبك مع شون، لكنه بياخده معاه وبيرميه من فوق، وبيتعلق هو في اخر ثانيه. وبيشوف بولكس وهو بينزل وبيموت قدام اخوه اللي بيتجنن، وبيضرب النار على شون، لكنه بيهرب. وبيروح كاستر وبيشوف جثه اخوه، وبيبقى دي اكتر حاجه ممكن توجعه. فبيجي واحد من الشرطه بيقول له انت زعلان عليه ليه كده؟ ده مجرد بولكس يعني مش حد مهم. فبيضربه بالنار في نص دماغه، وبيروح على الجزمه بتاعت اخوه بيربطها له. وتاني يوم بيروح المكتب وهو حزين، وبيعرف انه كل الاخبار بتتكلم عنه وعن البطل اللي عمل ثوره ضد المجرمين، لكنه ما بيكونش مهتم وبيقفل الباب وراه. وبعد دقيقه بيدخل المدير بتاعه عليه وبيقول له انا مش مهتم بانك تاخد جائزه رجل العام او تكون اشهر واحد في امريكا، لكن حمام الدم اللي بيحصل ده هو اللي انا مش موافق عليه. بس وهو بيكلمه بيحس بألم في صدره، فبيقوم كاستر وبيفضل يمسح المكتب بعينيه، وبيشوف في حد مركز معاهم ولا لا. وبيروح على المدير بتاعه وبيقول له في سر خطير عايز اقوله لك، وبيعرفوا ان هو كاستر تروي، وبيضربه وبينيمه على الارض وبيموته. وبيتصل بالسكرتاريه بتاعته وبيقول لهم يتصلوا بالاسعاف لان المدير بتاعهم جات له ازمه قلبيه. في نفس الوقت اللي بيكون شون رايح البيت بتاعه وبيشوف مراته وهي خارجه من الحمام، وبيبقى سعيد انه شافها مره تانية، لكنها طبعا بتترعب منه، فبيداري وشه وبيطلب منها ما تصرخش ولا تخاف، وبيمسكها وبيقول ما تبصش لوشه ده ولا تسمع صوته حتى. مش عارف تعملها ازاي دي بصراحه، لكنها بتقول ان هو اللي قتل ابنها. فبيمسكها وبيقول لها ان هو شون مش كاستر، لكنها برضه بتبقى مرعوبه. فبقول ان اخر مره شافها فيها كانت في نفس الغرفه دي، وبقول بكل حاجه تمت في الليله دي وايه كمان اللي قالوه لبعض. وبتقعد ايف على الكرسي وهي لسه مرعوبه ومش فاهمه حاجه، وبتضح ان شون متصاب في جنبه بعد الاشتباك اللي حصل، لكنه بيحكي لها عن المهمه اللي اتطلبت منه وايه اللي حصل.
وازاي الوشوش اتغيرت على رأي المرحومة ذكرى، وان كاستر فاق من الغيبوبة وخد وشه وانتحل الصفة بتاعته، وبتبقى ايف كل اللي بتسمعه جنان في جنان، لكنه بيشوف صورة ابنه وبيمسكها وبيعمل الحركة بتاعته وبياخدها من البرواز وبيحتفظ بيها وبيقول لها انا عارف انك مش مصدقاني، لكن فصيلة دمه او فصيلة دم جوزها هي او سالب، لكن فصيلة دم كاستر هي اي بي، وبيعرفها انه بيحبها وبيسيبها وبيمشي. ولما بيجي الليل بيروح كاستر على البيت، وبتبقى ايف لسه مش مجمعة، لكنها ما بتقولش على اي حاجة من اللي حصلت، وبتكلم معاه وبيعرفها ان المدير بتاعه مات النهارده، وبتستناه ايف لحد ما بيروح في النوم، وبتاخد منه عينة دم وبتروح جري على المستشفى وبتعملها اختبار عينة، وبتتأكد ان العينة اللي خدتها تبقى اي بي زي ما شون قال لها، وبتترعب اكتر. لكن شون بيكون موجود هو كمان في المستشفى، وبيقول لها انا كنت عارف انك هتيجي هنا علشان تتأكدي بنفسك، لكنها بتخرج مسدس من معاها، وبتعرفوا انها ما بقتش واثقة في اي حد، لكنه بيقرب منها بهدوء وبيعمل لها الحركة بتاعته ويمشي ايده على وشها، وبيتكلم معاها وبيحكي لها عن اول يوم اتقابلوا فيه وعرفوا بعض، وبيقول لها كل التفاصيل اللي حصلت في اليوم ده، وكده بتتأكد ان اللي قدامها يبقى هو فعلا جوزها شون، وبتقول له خلينا نشوف الجرح بتاعك وعالجه الاول، وبيعرف منها ان المدير بتاعه مات، فبقول لها كده كاستر هو اللي هيتولى منصبه، وبتعرفوا كمان ان الجنازه بتاعت فيكتور ده هتكون بكره، لكن وهما بيتكلموا بيوصل كاستر للمستشفى، وبيبقى شاكك ان ايف بتقابل شون، وفعلا بيدخل عليهم هجم وبيشيل الستاره، لكنه بيلاقيها بتعالج واحد تاني، وبتساله هو بيعمل ايه وايه اللي جابه هنا، فبيسحب ناعم وبقول صحيت مش لقيتك فقلق، قلت اجي اطمن عليكي، وبياخد رجالته وبيمشي من المستشفى، وبيجي تاني يوم والكل بيستعد علشان يروح الجنازه. شون بياخد معاه ساشا اللي عايزه تنتقم من شون واللي مفكراه ان هو اللي قتل اخوها ديريك، وكاستر بيبقى مع ايف واللي كمان بيبقوا رايحين علشان يحضروا الجنازه، وفعلا بيحضروها وبيكونوا قاعدين، وبيوصل شون هو كمان للكنيسه علشان يبدا الحرب الاخيره بينه وبين كاستر، وبيوصل ولد صغير وبيدي حاجه لكاستر، وبيقولوا ان في واحد واقف بره بعتها له، وبتبقى صوره مايكل ابن شون، وكده بيفهم ان شون موجود في المكان، فبيطبق الصوره وبيرميها، وبيروح علشان يقابل شون، وفعلا بيدخل عليه، وعلى طول بيمسكوا الاثنين المسدسات بتاعتهم، وبتبدا الحرب الاخيره، لكنه بيقول له استنى علشان عنده ليه مفاجاه، وبيدخل واحد من رجالته وهو ماسك ايف وحاطط المسدس عليها، وبيمسكها وبيقول له عندي ليك مفاجأة تانية، وبيعرفوا ان بنته جيمي هي كمان في الطريق لهنا، وبيزق ايفو وبيخليها تقف بينهم الاتنين، لكن ساشا بتوصل وبتشترك في الحوار وبتدي شون مسدس تاني، وكده بتبقى الكفة متساوية، لكن بيجي واحد تاني من رجالة كاستر وبيبوظ الكفة مرة تانية، وبيضحك عليهم كاستر بطريقته الرخمة وبيقول لهم هتحلوها ازاي دي، لكن فجأة ساشا بتبدأ وبتبعد ايف من الطريق، وعلى طول شون بيضرب النار هو كمان، وبيخرج الرصاص من كل حتة، لكن ايف بتتشرس وبتضرب كاستر بالكرسي، وبيقع اللي بيقع وبيفضل اللي بيفضل، وايف بتبص على ساشا وهي نام على صدر جوزها، وبتبقى اتصابت في المدعكه اللي حصلت، وبتوصيه على انه كاستر انه يخلي باله من ابنهم ادم، وبتقول له يوعدها انه ما يخليهوش يعيش زيهم لما يكبر، وبتموت ساشا. اما كاستر اللي كان مستخبي بيحاول انه يوصل لسلاح مرمي على الارض، لكن شون ما بيحلش وبيضرب عليه نار، وبيجي يخرج بره بيلاقي جيمي لسه واصله واللي بتخاف من صوت ضرب النار، وبيحاول شون انه يبعدها رغم انها خايفه منه، وبتقع من على السلم، فبينزل ابوها جري وراها علشان يلحقها، وبينط كاستر من فوق وبينزل لهم وبيفتح النار عليهم الاتنين، لكن جيمي بتبقى خايفه وبتهرب من ابوها، فبيحاول يضرب على كاستر علشان يغطيها. اما ايفا بتتصل على زمايل جوزها وبتحاول تفهمهم القصه كلها، وبيبقى شون وكاستر ماسكين في بعض، وبتوصل جيمي لمسدس مرمي على الارض، وبتروح جري لما بتشوف ابوها ماسك كاستر، وطبعا هي فاهمه العكس، وبتضرب النار على ابوها وبتصيبه، وبيروح لها على طول كاستر وبيقول لها شاطره يا بنت العبيطه، وبيمسك منها المسدس، لكنه بيحطه على دماغها، وبيقوم شون علشان يلحق بنته اللي بقت هتتجنن ومش فاهمه حاجه، لكن امها بتوصل وبتشوف اللي بيحصل، وبتشوف جيمي وهي بتخرج المطوه اللي كان هو اداها لها، وبتطعنه في رجله، وبتلفها برضه زي ما كان قال لها، وهنا بيسيبها، وعلى طول بيضرب شون النار عليه وبيحاول يقتله، وبيجري كاستر على لانش وبيقتل الموجود فيه، وبياخده وبيطير، وبيضرب نار على شون اللي بيبقى رايح وراه، وبيفجر اسطوانات الاكسجين، لكن شون بيركب لانش تاني وبيروح وراه يطارده، وبيفضلوا يطاردوا بعض وهما بيضربوا نار، حتى الشرطه المائيه لما بتوصل بيضرب كاستر عليهم النار، وبيموت شويه حلوين منهم، وبيجبر شون ان يلبس فيهم، وفعلا بيطير من فوقهم، لكنه بينط على اللانش بتاع كاستر قبل ما اللانش بتاعه ينفجر، وبيشتبكوا الاتنين مع بعض، لكنهم بيصطدموا بالمرسى، وبيطيروا الاتنين في الهواء وبينزلوا على الشط، وبيخرجوا الاتنين وبيبقوا مشطبين بنزين، لكنهم بيرجعوا بيكملوا اللي بدأوه، وبيمسكوا في بعض تاني، وبيضرب كاستر شون وبيصيبه، لكنه بيشوف بندقية السهام وبيروح عليها، وبيبقى كاستر عمال يرزع فيه، لكنه بيوصل لها وبيطعنه في رجله، فبيروح وبيسند على الحيطه، لكن قبل ما شون يضربه بالسهم بيمسك البندقية وبيمنع خروج السهم منها، وبيقوله حتى لو مكتوب لي ان اموت فلازم احصرك على وشك، وبيفضل يقطع في نفسه او في وش شون، لكن شون بيضربه وبيخليه يسيب البندقية، وبيخرج السهم وبيرشق في كاستر، وبيصرخ شون وبيقول له موت بقى يا اخي الله يحرقك، وفعلا بيموت كاستر، وبتوصل الشرطه اللي بتبقى
بتبقى خلاص عرفت الحقيقة كلها، وبيطمنوا على شون اللي بيبقى مش مصدق نفسه، وانهم اخيرا بينادوه باسمه الحقيقي. وبتوصل مراته وبنته علشان يطمنوا عليه، وبياخدوه في عربية الاسعاف مع كاستر، وبياخد من ايده الدبلة بتاعته. وقبل ما يعملوا له الجراحة بيعرفهم بالجرح بتاع الرصاصة اللي كان على صدره، وبيقول لهم خلاص ما بقاش ليه لازمة انه نحتفظ بيه. وبتعدي الايام وبيرجع شون لبيته، وبيبقى رجع لشكله الحقيقي عشان يبدأ يعيش حياته الطبيعية، لكنه بيبقى جايب معاه ادم ابن ساشا عشان يعتنوا بيه ويعيش معاهم. وفعلا بيرحبوا بيه وبيقبلوه يعيش وسطهم. وبس كده بيخلص ملخصنا، واللي لو عجبك فما تنساش انك تدعمنا بلايك علشان تساعدنا على انتشار الفيديو، وكمان علشان تساعدنا اننا نقدر نكمل ونستمر، وتشترك بالقناة لو اول مرة تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.